لا، هادو تيحسّوا بالانتماء للمشرق السي بدر، هادو تيحسّوا بالانتماء للمشرق، هادو هادو هُما اللي اللي سميتيهم مغاربة يبحثون عن هويتهم في المشرق. هادو تيعيشوا هوية فوق وطنية، إمم. هوية فوق، هو لا يعتبر نفسه مغربي، هو مغربي برو ماكس. أيوا تيبان له هو جاي من شي قنت واحد آخر ومعتقد يقينًا أنه جاي من قنت واحد آخر، هو والله ما جاي من شي قنت آخر، إلا هو راه ولد هنا، هادي لأن حنا راه ما جينا من حتى شي قنت، حنا راه ولاد هنا، هو تيعتقد أنه جاي من شي قنت واحد آخر، راه مشكل. نعطيك مثلًا مثال نتاع لاله الفاسي الله يرحمه، هو أخطأ في أمور كثيرة، لكن تيبقى مغربي، فهمتي، نعاتبوه وتنترحموا عليه فاش مات. كاين المغاربة حنا بيناتنا، وهذه هي رسالتي، أنا دائمًا المغاربة أنا ما تنسبش المغاربة، ولكن أعاتبهم. الكلام ديالي ينبغي أن يُفهم دائمًا أنه في العتاب، والعتاب بقدر المحبة. علّال الفاسي رحمة الله عليه أخطأ في حق هويته الأصيلة، على كل حال هو راه ليس عربيًا وليس مشرقيًا، وإن ادعى ذلك، هو يعيش هوية فوق وطنية، الله يرحمه شغله هذاك، لكن هو في الأصل راه مغربي أمازيغي. أتدري أنه في كتاب النقد الذاتي دار واحد التخريجة في شي شكل جاتني أنا في شي شكل، قال لك أسيدي أن الأمم الفاتحة، هو تيتكلم على بني أمية، الأمم الفاتحة فاش تتسيطر على الأمم المفتوحة المغلوبة، ممكن أنها تقضي على لغتها وثقافتها إلا كانوا جوج ديال الحوايجات. شنو هما جوج د الحوايج؟ إلا كانت حضارة الأمم الفاتحة أرقى من حضارة الأمم المغلوبة، اهم. وإلا كان اللغة نتاعهم من نفس العائلة اللغوية. لاش بغا يوصل هو سي علا الله يرحمه، بغا يوصل باش يقول لك أودي حضارة بني أمية أرقى من حضارة المور، ولغة العرب من نفس العائلة نتاع لغة الأمازيغ، وبذلك يسهل تعريب المغرب والقضاء على حضارته، وبالتالي بغاو يعربوا بشكل تام المغرب ويلحقوه بالمشرق. لا ولكن حنا نقبل ذلك، حنا تنقول لهم لا، حنا المغاربه عندنا خصوصيتنا، لا لا لا، وعندنا حضاره، وحضارتنا ما كانش اضعف من الحضاره نتاع العرب، لا بالعكس، الحضاره نتاعنا كانت حضاره موريه والاثار نتاعها هي باقيه الان، والمظاهر ديالها واضحه، فاش تتشوفها في الزليج، تتشوفها في اللباس، تتشوفها في الطبخ، تتشوفها في بزاف د الامور، تيبان لك ان الحضاره الموريه هي حضاره عريقه وقديمه ولا زالت صامده. فبالتالي كيفاش انت غادي تجي وتدير هاد التخريجه لكي تبرر القضاء على الثقافه المغربيه واحلال ثقافه ولغه اللي هي على كل حال تبقى اجنبيه. اذا هؤلاء راهم مغاربه، على الفاس وغيره مغاربه، ولكن للاسف عندهم نزوع نحو نحو المشرق.